السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اخباركم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد، فيديو عامر حداقه فيه بزاف ديال الحويجات درتهم في هذا النهار هذا. واخا ما صورتش معكم كل شيء لان ما بغيتش هكا الفيديو يجي طويل، لان عندي مشكل في التليفون البنات. داكشي باش حاولت انني نحط معكم غير الاساسيات. المهم اول حاجه البنات كيف ما كتشوفوا هنايا في الصباح دخلت للكوزينه من بعد الفطور. فطرنا بداك الشيء اللي قسم الله كل نهير والرزق ديالو. صافي البنات، من بعد دزت، عمرت الماكينه، درتها الماكينه ديال الماعن درتها تخدم. انا كانوا فيها الماعن ديال البارح وزدت عليهم اليوم ماعناز. صافي وكاين شي ماعن هكا راه ما كنديرهمش فيها بحال دوك الكويسات اللي شفتوني ديال الاتاي فيهم ديك الزواقه هكا في الذهبي. الماكينه كتخسرهم. بحال الترموس نيت البنات، هاد الحمراء اللي شفتو راه تبان لكم تقشرات من الفوق، كنت درتها واحد المره نيت فيها وهي تقشرها. المهم البنات من بعد ما غسلت دوك المعينات، انا البنات فيها واحد القاعده. دابا انا غنغسل الدجاج مورا هاد الماعن، ومع ذلك عزيز عليا بحال دابا نغسل الماعن نغسل لافابو نشوف ونقاد عاوتاني نجي نغسل الدجاج، مورا عاوتاني نغسل لافابو. شكون بحالي البنات في هاد القاعده؟ صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت، كنت خديت من هادو هذا الماكينه، درتها شعلتها تخدم. ودوك اللي بقاو ما كنبغيش نخليهم في ديك الباكيه ديال الكرتون، كنديرهم في هادي. كنت خديت واحد النهار فيها وبقات عندي كتجيني عمليه زوينه وهكا بلاستيك ماشي بحال داك الكرتون كيفسك. ايوا البنات هنا كانوا عندي واحد جوج دجاجات كبار، عرفتي البنات عامرين الشحمه وفيهم شحمه بزاف. صافي ودزت هنا نغسلهم. بالنسبه للبنات للطريقه ديالي في الغسيل، انا البنات هكا كندير اول حاجه كنحيد الجلده ديال الدجاج في الغالب، يعني قليل فين كنخلي الدجاج الجلده ديالو، الا كان شي دجاج صغير. اما البنات هذا كبير وعامر كما قلت لكم شحمه وفيه ديك الجلود. صافي شوفوا شحال حيدت البنات. انا راه الدجاج كان هارد وكنجلس فيه اكثر من ساعه ديال الغسيل، كنبقى نغسل ونعاود نحيد، وخصوصا ديك الشحمه. واخا هو البنات مع هاد الاثمنه ديال الدجاج دابا خصنا ناكلوه بشحمته بجلودو. بكل شيء ليه. ولكن البنات صراحه انا الدجاج، راكم عارفين، راه تكونوا متفقين معايا، خصك تحزريه من هنا وتغسليه وتحمضيه وهذا ويلا يلا الا جا زوين. هادشي اللي كاين البنات. كيف ما قلت لكم هنا عندي جوج دجيجات. اول حاجه راه كيما شفتوا معايا حيدت ليه الجلده وحيدت ليه ديك الشحيمه ديالو وغسلته وعاودته. ايوا هنايا دزت غادي نوريكم. انا عندي بزاف ديال الخلطات اللي كنغسل بهم الدجاج كل مره. شنو تندير اليوم البنات نشارك معكم وحده منهم. خديت الحامض، راه كنزت حتى داك الحامضه الاخرى، نص حامضه الاخرى، درت الملحه ودرت سكينجبير. عندكم سكينجبير طري كديروا، عندكم غير هذا اللي مطحون كديروه. ودرت البنات الخل. صافي غنخلطو ونخليه تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين، نخليه يترقد على خاطرو. صافي ومن بعد البنات كنحيدو كنغسلو وكنفرشو في شي بلاطو وكندخلو للفريكو حتى كيتكونجلا، عاد كنجمعوه في ميكه وحده. يعني شحال ما كان عندي جوج دجاجات ثلاث دجاجات كندير لهم نفس الطريقه وكنجمعوهم في ميكه وحده. الطريقه كتبقى احسن ما كتبقاي ديري تجمعيهم في كل حاجه في ميكه. غير كيتكونجلا ما كتبقايش عارفه شنو في الميكه، ماشي بحال ديك الطريقه اللي قلت لكم. هنا البنات كانت عندي فلفله كثيره، كان عندي تقريبا داك المجر التحتاني ديال الثلاجه كان عامر غير بفلفله. وصافي وراكم عارفين الفلفله يعني ما كنستهلكوهاش بزاف، ولكن كاين شي مره كنحتاجوها ما كنلقاوهاش، بحال هاد الصفراء والحمراء شي مرات ما كنلقاوش اولا كتكون غاليه، يعني كيكون الثمن ديالها غالي. هنا البنات لقيتها ب3 دراهم، جبت منها واحد الكميه كبيره. هذه كانت محتفظه بها من شحال هذا في الثلاجه، كنت كنهز منها. صافي دابا البنات بغيت نخوي الثلاجه، بغيت نخوي تما لان كنحتاجو، كنبغي ندير فيه الماء، كنبغي ندير فيه شي حاجه تبرد. هذه طريقتي باش كنحتفظ البنات بفلفله كتبقى زوينه. كناخذها، راه شفتوا تما البنات غسلتها وعاودتها راه غير شاركت معكم حتى الاخر مره فاش كنت غسلتها. صافي قطعتها، كنحيد لها داك الراس ديالها، كنحيد لها ديك الزريعه وكنقطعها وكنخليها حتى كتنشف شويه، يعني غير واحد شويه. صافي وكنديرها في ميكات بحال هكا البنات. هنا راه هاد الكميه تبارك الله عطاتني 3 ديال الميكات. صافي وكنديرها في الكونجيلاتور، يعني ما كيوقع لها حتى شي حاجه، كتبقى وقت ما احتاجيتيها هكا لتكتوكه لشي شليضه لشي حاجه معمره، لشي مسمن اي حاجه، صافي كتجبديها كتقطعيها وصافي. هنا البنات خليت ديك الفلفله لان كان عندي الفريكو هنايا، يلاه غندوز نغسلو كيف ما كتشوفوا. هانتوما البنات هنايا راه باقي موسخ، هانتوما يلاه طلق داك الماء اللي كان فيه، يعني راه خليته نيت مره مدان داك التكرفيس رمضان كامل
داك الشيء اللي كان فيه، يعني ما كنت كنحط حاجه على حاجه ما غسلتوش. المهم البنات بالنسبه لطريقتي في تنظيف ديال المجامد كنت ديجا مشاركاها معكم، نعاودها معكم. كان اول حاجه كنحيد البريز وكنخليه حتى كيطلق داك الثلج ديالو. والبنات راه فيه جوج ديال التقيبات، فيه تقيبه كتكون في الوسط ديالو، يعني في الداخل كتكون وحده بحال واحد البوشونه كتحليها، وكتكون وحده في الجنب. هذيك اللي في الجنب حتى هي كتحليها باش كل ما كيتطلق في الارض، يعني داك الثلج وداك الشيء كلشي اللي تجمع فيه كيهبط مع الجنب. انا البزره كنت حليتهم بجوج وخليته حتى خوا من داك الماء اللي فيه، وكنتكب ليا فيه شويه المركز صافي. وبالنسبه للبنات الطريقه كناخذ تيدو جافيل. بالنسبه لبرا ما كنكثرش ليها البنات، راكم عارفين هادشي بحال الثلج وهادشي ما كيبغيش بزاف ديال هذا ديال التيد، وهذا المواد التنظيف تيخرجوا عليه. كندير غير واحد المسيحه خفيفه، كنعصر ديك الشبكه من التيدو جافيل وكندوزها من برا. ولكن من الداخل البنات انا كنغسلو مزيان من الداخل، كندير نيت التيدو جافيل وكنغسلو من الداخل مزيان ما كيخسر ليه والو وكنشفو. وهنايا البنات راني حاطاه في الصاله، غنبان لكم جريته من الكوزينه وديتو للصاله، بما ان الصاله صافي جمعتها البنات، غير كتكرفس لي داك العود غير كيتكرفس، جمعتو لداك القنت اللي هي غايبان لكم. وبقى لي هاد البلاصه هادي خاويه، درت فيها الفريكونيت، ما عنديش فين نحطو الكوزينه، راكم شفتوا ما كاين فين غادي يتحط. صافي البنات هذا مكان. وغنبان لكم البنات كنجر الفريكو راه عنده الرويض، يعني راه ماشي كنجرو منه الارض، راه عنده الرويضات ديالو باش كيتجر. صافي هنايا غسلت هذيك الشبيكه البيضاء البنات كيف ما شفتوا. انا راه عندي هذا الفريكو مخليه البنات اللحوت، مخليه لشي حوايج اللي ما كنجبدهمش بزاف، يعني شي حاجه اللي كنشريها بكثره وكنبغي نحتفظ بها، راه هكا كندير هنا فين كنديرها. اما الثلاجه كندير داكشي اليومي بحال الربيع، بحال شي حاجه اللي كتجبد يوميا. صافي البنات هادشي اللي كاين تما. ديك الفلفله راني درتها في الفريكو ومازال باقي غنخوي، باقي عندي داكشي درت كنت دايره في الفريكو ديال الثلاجه، غادي نخليه غير واحد الساعه هكا يخدم مزيان صافي، وغادي نرجع ليه داكشي الاخر كله. صافي هذا ما كان البنات. هنايا راه ما شاركش كيما قلت لكم، راه اليوم كان عندي بزاف د الحوايج قضيتهم في هذا النهار، ولكن شاركت معكم كيما قلت لكم غير الاساسيات هكا باش ما نطولش عليكم. ايوا هنا البنات معاناتي مع هذا البيت هذا اللي دائما كنقول لكم. صراحه كون كان فيه العود كان ممكن انني غادي نتطرق لذاك الفرتيت ما نشوفوش، بعد على الاقل ما نشوفوش باش ما نبقاش كل مره نهز، لان البنات هاد الفرشيات خفافين دغيا كديها كامرهم كيبان لك داك التفرتيت راه ما تقدريش مازال تخليه. هذا مكان كما شفتوا البنات جمعت كلشي في الطرف، دوزت واحد الشطيبه، عاودت لهاد الموكيط هذا بالاسبيراتور مزيان اسبيريت منه ديك الغبره وكلشي، وغنرجعو نفرشو دابا. وهنا البنات جيت بارطاجي معكم هاد البانطوفه خديتها لوجين، واخا ماشي وقت البانطوفات البنات، ولكن كانت بروموسيون البنات كانت ب20 درهم في مارجن وخديتها لها. واخا هي ما كتحملش البانطوفات كيعرقوا ليها رجليها فيهم، ولكن عجباتني زوينه. هيا البنات كيف ما كتشوفوا خديت لها هذه النمره 39 كما قلت لكم ب20 درهم. وخديت البنات واحد الصفاي كان خاصني ديما كنشري غير دوك ديال 5 دراهم، العينين ديالهم رقاقين. صافي خديت هذا لقيتو حتى هو ب25 درهم البنات. لا ماكوم هاي الماركه ديالو البنات، لا ماكوم كنعرفوها زوينه، لا في المقالي لا في بزاف ديال الحوايج هاد الماركه زوينه. هاي البنات كما قلت لكم هذا خديتو ب25 درهم، ولكن البنات راه الحجم الكبير هذا راه ما تيبانش لكم، حجم كبير وزوين يعني مختلف، يعني شكل جديد كيف ما كتشوفوا. صافي وهنا البنات من بعد ما ساليت كلشي درت الغدا. ما شاركت معكم البنات اليوم حتى شي شهيوه، لان كانت عندي كما قلت لكم الروينه وكان عندي بزاف ما نقضي. هنا البنات كيف ما كتشوفوا قطعت واحد السويهله، غسلتها وقطعتها كيف ما كتشوفوا. وهذا وقليت شويه ديال الحوت، غيبان لكم بنات هذاك الحوت كيقولوا ليه اللويزي، واقيلا اللويزي. المهم الا كانت الاسم ديالو مضبوط، هو البنات دير بحال لانشوبه، غير هو بنين على لانشوبه، واللحم ديالو بيض ماشي بحال يعني لانشوبه والسردين تقريبا كيكونوا بحال هذاك اللويزي البنات لا، كيكون شويه اللحم ديالو بنين وبيض. هذا ما كان بنات خديت تما تقريبا واحد كان داير ب30 درهم الكيلو، خديت واحد 700 غرام هي اللي كانت بقات عنده خديتها. صافي وكنت قليت نيت البنات فلفله، قليت لهم واحد مولاي طبسيل نيت ديال الفلفله، شديتها وحليتها هكا وملحتها مزيان وقليتها. نتوما البنات كيف ما كتشوفوا هانتوما. صافي هادشي اللي كاين البنات، هذه الغديوه ديالنا. خبيزات كانوا عندي في الفران كيسخنوا صافي، وهادشي اللي قسم الله كل نهار الرزق ديالو. هادشي اللي كتب اليوم رحنا طيبناه وكليناه
بغيت نقول لكم السلام عليكم وتهلاو ليا بريوسكم. وما تنساوش اختكم من واحد الكومونتير واحد البارطاج الا كانت القناه كتستحق، بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. وبسلام عليكم، فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.